العدل أساس الملك، وما ينفعش إن أنت تكون بتعمل كل حاجة تغضب ربنا، وبتعمل كل حاجة ما تحطش البركة في الشغل اللي أنت بتشتغله، وعايز تاخد نتيجة تانية. ربنا مش هيبارك. ربنا اسمه العدل. ما ينفعش تبقى أنت رايح عمال تفضي الزمالك من لعيبته، وتفضي الزمالك من فرقته، وتاخد من الزمالك نجومه، وتكسب بالتحكيم، وتعمل وتسوي، عايز في الآخر ربنا يكرمك. مستحيل. ربنا اسمه العدل. ربنا شايف ومطلع. لو سابك بيمهلك. مش معنى ان هو سايبك ان هو سايبك ومش عارف ان انت بتغلط. بيمهلك يمكن تصلح، بتزيد عشان تصلح تزيد. لا يا حبيبي، انت لما تاخد زيزو وتاخد بن شرقي وتاخد امام عاشور، ان انت مش هتاخد بس لعيبه الزمالك ونجومه، ان انت هتاخد حظ الزمالك تاني معاه. الاهلي بيتعادل مع زد 1-1. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي بيتعادل مع زد 1-1. نتيجه طبيعيه، نتيجه عادله، نتيجه بتنم فعلا عن حال فرقه النادي الاهلي بعد التعاقد مع زيزو، وبعد ما انت خدت لعيبه من الزمالك، وبعد ما انت ماشي مجرد كيد، حتى مش مجرد ان انت بتجيب لعيبه تسد بيها احتياجاتك انت كالنادي الاهلي. الاهلي بيتعادل مع زد، وكان المفروض ان هو يخسر، وزد اتلغى له جون اوف سايد. وحاجه بصراحه كانت في منتهى الصعوبه على جماهير النادي الاهلي وعلى النادي الاهلي، لان الله لا يصلح عمل المفسدين. انا مش قصدي بالايه دي حد، بس انا قصدي انك انت ما ينفعش تعمل كل حاجه غلط وتاخد نتيجه ايجابيه في الاخر. حتى لو حصلت معاك صدفه مره او مرتين، مش هي دي القاعده، ده الاستثناء. الاهلي لعب الاهلي لعب الشناوي في حراسه المرمى، قدامه ياسر، وقدامه هادي رياض، على اليمين محمد هاني، على الشمال بالعمري، مروان عطيه في نص الملعب، بن رمضان، امام، طاهر، اوتاكا، وبن شرقي. الماتش بدأ في الدقيقه 5، كره ثابته وعرضيه من طاهر، تسقط ورا الدفاع، تترد لبن شرقي، يشوطها، يشيلها طارق مدافع. الكره دي غبيه جدا يا جماعه. الكره دي غبيه جدا، غبيه. ما عنديش الصراحه. كنت عايز اصلحها بصراحه، بس هي طلعت صح. غبيه جدا. محمد طاهر واقف كانه مدافع لنادي زد، واقف اصلا وظهره للجون. دي العشرة، محمود صابر بيبصيها بالعرض للبنوبي، بيفوتها لسعد ميسي، اللي بيخش وبيشوطها، يحطها ما بين رجلين. وانا كنت بكلمك عن العدل من شويه. طبيعي يا استاذ ان انت لما تلاعب محمد الشناوي وانت عارف عندك حارس اقدر منه اللي هو شوبير، ان هو ده اللي يحصل فيك. الكره بتعدي ما بين رجليه، وزد بيجيب الجون الاولاني، والجون اللي خطف بيه زد نقطه من النادي الاهلي. الاهلي بعدها ضغط، وللامانه الاهلي بعدها ضغط، والاهلي ضيع فرص كتير جدا، وكور في العارضه، وكور في القايم، وحاجه صعبه جدا. بقول لك كور جنب القايم، وحاجه صعبه جدا. واقفه. واقفه ليه؟ واقفه ليه؟ جوه اوضه اللبس يا باشا مفيش حب. جوه اوضه اللبس الناس باصه لبعض. جوه اوضه اللبس حتى لما قعدوا مع بعض وقعدوا يعملوا قعده علشان يلموا الدنيا، برضه نفس الفكره. برضه نفس الفكره. اوعى تفكر ان انت لما تاخد لعيبه الزمالك هتبقى اوعى تفتكر ان انت لما تاخد لعيبه الزمالك هتبقى خدت لعيبه الزمالك وخلاص. لازم انت خدت حظ الزمالك كمان معاه. دقيقه 13، كوره كورنر بيطلعها الدفاع، الامام بيصلحها لمروان عطيه، اللي بيشوطها وبيطلعها علي بوفون، رجل المباراة الأول. أفضل حارس لو بالأداء ده طول الموسم، وهو أفضل حارس في مصر وأنت مغمض. دقيقة 22، شوطة أي كلام من بعيد جدا من الإمام عاشور، تطلع بره، شكلها كان سيء جدا. دقيقة 29، تغيير ملعب حلوة بالعمري، بيلعبها عرضية زي بتاعة حسام عبد المجيد في ماتش سيراميكا. لعيبة الأهلي تطلب عليها ضربة جزاء، وهي مش ضربة جزاء أساسا. لو لعيب كورة حسام عبد المجيد ضربة جزاء، يبقى دي ضربة جزاء. كورة حسام عبد المجيد مش ضربة جزاء، يبقى مش ضربة جزاء. وإيه يعني الخلاصة إيه؟ الاتنين مش ضربة جزاء. المفروض الكورة ديت حاجة اسمها إيد داعمة يا باشا. دي 34، بن شرقي بيهوش ويلعبها بالعمري. بالعمري عمل ماتش عالي جدا برضه. بالعمري من الناس اللي هتاخد معانا تقييم عالي جدا. دي 34، بن شرقي بيهوش يلعبها بالعمري، خطيره، توصل لطاهر ولعيبه الاهلي. ترشتها مرتين. ترشتها مرتين، والمرتين بيحاسس عليها، والمرتين بيشوطها في ايد الجون. وجودك في الاهلي اكبر دليل على ان الواسطه ضربت كل المؤسسات، حتى المؤسسات الناجحه يا طاهر. دقيقة 37، بينية لبن رمضان، 1 3 مع بن رمضان، انفرد بدل ما يدوس عليها ويروح ويشوط وبتاع، قعد يتحنجل بيها لغايه ما رجع بيها لبن شرقي. بن شرقي خد منها فاول. لعبوا بالعمري طبعا، قلش المدافع، وكانت هتيجي فيه جون، بس الكوره بتاعت بالعمري ان بالعمري المفروض ياخد الكوره ويدوس عليها ويروح ويجيب جون وبتاع. هو مدافع.
هو في مدافع واحد بس اللي معاه، ومع ذلك ما داسش عليها، ما اعرفش ليه. مين ده؟ انا ما اعرفش. ده مش بن رمضان اللي الزمالك اللي الاهلي سوري كان عايز يجيبه وعايز يضمه؟ لا، مش ده بن رمضان يا جماعه. مش ده ولا ايه بالظبط ولا ايه؟ وما تقوليش الراجل مش متألق. ولا متألق اسمها ايه؟ مش متأقلم. ما اسمهاش متأقلم. سوري، اسمها متأقلم. ما تقوليش مش متألق تاني. مش واخد على الاجواء. ما تقوليش مش واخد على الاجواء. المفروض يعني الراجل دوت بياخد فلوس وفلوس كويسه، فالفلوس دي تخليك متأقلم حلو، متأقلم على الاجواء عادي جدا. طيب، دي 46. طبعا في كور بس عرضيات يطلعها زد، عرضيات يطلعها زد، عرضيات يطلعها علي لطفي. نوصل لدقيقة 46 وكرة مرتدة لزد 1 2 برضه بين البنوبي وبين ميسي. البنوبي كان هيجيب بيها الجون التاني، بس ياسر ابراهيم بيطلعها قبل ما يجي التاني. دقيقة 47 بن شرقي يعدي في واحدة من بتوعه، عدى برضه، خد الوقت المدافع خد الكرة لبره ولعبها، بدل ما يلفها زي ما كان بيلفها مع الزمالك، بيلفها ضعيفة جدا، او شوطة ضعيفة جدا جدا، بيشيلها طبعا علي لطفي، وهي سهلة عليه اساسا يعني. يخلص الشوط الاولاني 1-0. وهقول لك لغايه من نهايه الشوط الثاني يعني، بس من اول الشوط الاولاني والاهلي ماسك كوره، والاهلي مستحوذ، الاهلي بيروح، بس ما عندكش مهاجم. مين اوتاكا؟ مين كاموتش؟ ما دخلش قائمه الماتش النهارده. مين كاموتش؟ مين اللي هيجيب لك جون؟ مين اللي هيسجل لك النهارده؟ جون التعادل اللي مسجله تريزيجيه، اللي هو اصلا المفروض وينجك. انت الشوط الثاني مع اول دقيقه البنوبي بيعدي من وسط ثلاثه مدافعين من الاهلي من ناحيه الشمال، وبيعدي وبيشوط بشماله في ايد الشناوي. ما ينفعش الكره تبقى متطرفه بالشكل ده والشناوي ما يمسكهاش يعني. هو اصلا الكره دي وكورتين كمان وشكرا، ما جاش عليه حاجات كتير النهارده. دقيقه 53 امام بيعدي بجسمه بواحده من ناحيه اليمين، بيلعبها بالعرض توصل لبن شرقي. بدل ما يلعبها، ما تعرفش تحس ان بن شرقي شطب. هو بن شرقي شطب يا جماعه. هو بن شرقي مفيش كلام عليه غير انه شطب. انت جايب بواقي لاعب بتديله مليون و600 الف دولار كيد. ده اللي قلت لك في اول الحلقه، كيد، مش اكتر ولا اقل. خدت انت ايه؟ بتاخد منه ايه؟ ايه الافاده؟ بيعدي في واحده في اتنين، 15 ماتش 3 مساهمات تهديفيه، في وينج اجنبي بياخد بالدولار. شرقي بيلعبها بالعرض كده، تقوم لفه حوالين رجله لفه غريبه كده وشيلها طبعا الدفاع. كرة توصل مع الشحات في نفس الدقيقة، بيلعبها لمروان اللي بيشوط. مروان عطية طبعا اللي بيشوط، بتطلع جنب القايم، ريح حاله لبره وشاطها، عدت من جنب القايم، كانت ممكن تيجي جون على فكرة. كرة خطرة جدا. دقيقة 58 عرضية على راس تريزيجيه اللي نزل، بس تطلع لفوق، خدها من تحت لفوق زي المدافعين. دقيقة 59 كورة يقعد ينقلها لعيبة زد بمنتهى الحرفنة ويطلعوا بيها، وتوصل ل بينية، تتلعب بينية لطارق علاء، لعبها بالعرض المكاسة، لاعب زد بيجي منها الجون الثاني. الكرة دي مش اوفسايد، الكرة دي مش اوفسايد، الكرة دي مش اوفسايد، الا لو خيال لاعب زد هو اللي ساب، يبقى انت لو حسبتها على خيال لاعب زد. لكن الجون الثاني لزد اللي اتلغى مش اوفسايد. دقيقة 65 كرة تلعب عرضية تنزل لتريزيجيه، يريحها لإمام، يشوطها يشيلها علي لطفي ببراءة. شال النهارده 4 5 تجوان يا جماعة. علي نوير، علي علي بوفون، علي بالون دور، علي المفروض النهارده ياخد جايزة رجل المباراة بجدارة، وخدها بجدارة، بس خدها مع النادي بتاعه، عشان اللي خدها في الماتش تريزيجيه. ينزل زيزو. دقيقة 77 عرضية حلوة محمد هاني على راس تريزيجيه، ما يحطهاش صح، تطلع بره. دقيقة 78 تريزيجيه بيطلع بالعمري، بيرقص لجوه وبيلعب عرضية، بيشيلها الدفاع، محدش بيكمل، مفيش مهاجم. مفيش مهاجم. فين المهاجم؟ مفيش مهاجم. عملنا حلقة قبل كده وقلنا المهاجم يا خطيب، محدش جاب حاجة. عملنا حلقة وقلنا من بعد ما أسامة أبو علي مشي، أنت ما استغلتش فلوسه وجبت بيه حد مهاجم هجام يشوط ويسجل من أنصاف الفرص، أنت مسترخص. إيه كام وش ده؟ جايب مهاجم يطلع بره قائمة الماتش. أنا اللي أعرفه حتى المهاجم الأفريقي دوت مهاجم بقى عضلات وطويل وعرض وبتاع. إيه كام وش ده؟ جايب لي مهاجم فلات. ده ما ينفعش يا جماعة مهاجم للنادي الأهلي. ما ينفعش مهاجم للنادي الأهلي. دقيقة 79 عرضية من الشحات حلوة لتريزيجيه، بدل ما يحطها بيستلم جوه المنطقة، يعني بدل ما الكرة ملعوبة من حرف الزاوية، حتى زيزو كان فاتح له ما اداهالوش،
لعبها على الزاويه البعيده، تريزيجيه بدل ما يحطها في الجون لا بيستلم وهو جوه 6 ياردة. مش مهاجم، انت معتمد على وينج ان هو يسجل لك وسجل لك، ده اخره. تريزيجيه ممكن يعمل لك كل حاجه، يرقص ويعدي وسريع وهجام وبتاع، لكن مش هو اللعيب اللي هيفضل يسجل لك كل ماتش. يا اما لعب مهاجم وجربه بقى، ما هو ما جاتش عليه، ما انت مكمل كده كده بالقائمه دي لغايه اخر الموسم. دقيقه 80 عرضيه لامام، سوري دقيقه 80 الشحات لامام عاشور، لعبها من مره واحده عرضيه كانت حلوه، يطلعها دفاع زد قبل تريزيجيه. دقيقه 81 عرضيه على دماغ تريزيجيه، بيطلعها علي بوفون. رجل مباراه، رجل مباراه. انا ما اعرفش الدعاء حتى لتريزيجيه ليه، انا ما اعرفش الجايزه راحت لتريزيجيه ليه. يعني الراجل علي لطفي دوت شايل له بتاع 5 6 جوان في الماتش ده، اقل ما فيها 4 تجوان، ومع ذلك ما خدش جائزه رجل المباراه. هو خدها في النادي بتاعه، نزله شكر وبتاع، وهو قال لك رجل المباراه. لكن الجائزه نفسها بتحددوها على اي معيار؟ عشان اللعيب نزل وحاول، اجى 40 فرصه، نصهم شالهم الجون وسجل جون وجاب لفريقه التعادل. انا بصراحه يعني انا مش عايز افتي دي، بس انا ما اعرفش على اي اساس وعلى اي معايير بيتم اختيار الجوائز الخاصه برجل المباراه. واعتقد انها على المزاج، والله اعلم، يعني انا مش عايز اظلم حد، واحد في رمضان كده كده. دقيقة 85 عرضية لحسين الشحات توصل لبالعمري، شاطها للأسف بالعرض، برضه طلعها الدفاع. دقيقة 86 زيزو بيعدي من ناحية الشمال، بيرفع عرضية برجله الشمال برضه بيحطها بالعرض، ما يحطهاش طبعا تريزيجيه. دقيقة 89 كرة ثابتة للأهلي وعرضية لزيزو، تقع من علي لطفي، هي الغلطة الوحيدة ليه في الماتش كله، بتنزل على رجل تريزيجيه اللي بيكمل ويحطها، هي حلوة وحلته على الجون حلوة، وحماسه اللي بيلعب بيه حلو مش موجود عند بقية اللعيبة. الدقيقة 94 زيزو لامام، لزيزو لامام، شوطه حلوه قوي بس بعيده بره. مفيش حظ يا جماعه، مفيش حظ، مفيش حظ. انت خدت لعيبه الزمالك وخدت حظ الزمالك معاها وخدت مركز الزمالك. ما هو لعيبه الزمالك كانت بتجيب للزمالك ايه؟ كانت بتجيب له الدوري؟ ما كانتش بتجيب له الدوري. اوعى تفتكر ان انت لما تقعد تعمل كده انت ضعفت الزمالك. الزمالك لسه زي ما هو الزمالك، وهو اول الترتيب دلوقتي مع بيراميدز وعندهم ماتش بكره. الزمالك لو كسب هيبقى فارق عنك ب4 نقط. دقيقة 98 عرضية لزيزو على البعيدة، يخبطها تريزيجيه في المدافع، تطلع كورنر. تتلعب الكورنر، تعدي من الكل لإمام بيعرضها، تتحط ويشيلها علي. قلت فيه بقى أحسن حارس في العالم، علي لطفي. تترد لمحمد هاني، شوطة في السماء، كرة في الدقيقة 100، كرة طويلة عالمية من إمام لحسين الشحات، كرة طويلة، بيروح بالكورة يرقص ويعدي ويرفع على الأرضية، يحطها تريزيجيه تيجي في العارضة. حظ الزمالك، حظ الزمالك. دقيقة 103 كرة هاند بول، محمد هاني بيرفع العرضية، خبط في ايد المدافع، اتحسبت هاند بول. احمد السيد بيه زيزو في الدقيقة 103 بدل ما يلعب العرضية بيلعبها بالونة. هو لعبها بالونة، مش هو زيزو بالونة، هو زيزو بالونة ولعبها بالونة. بالونة هتلعب ايه؟ فوق، يخلص الماتش 1-1، ويخسر الاهلي نقطتين. المفروض ان هم كانوا هيخلوه اول الدوري، دلوقتي بقى ثالث الدوري متساوي في النقط مع الزمالك ومع بيراميدز. اللي هيفوز بكره هيركب الدوري بفرق 3 نقط، سواء كان زمالك او بيراميدز. لو اتعادلوا هيبقوا برضه فوق الاهلي ب3 نقط. لو الزمالك خسر، لو بيراميدز خسر، هيتساووا في النقط برضه مع الاهلي. انت ما عملتش اي حاجه خالص، خلصت. مبروك النقطه للنادي الاهلي لانه كان المفروض يخسر. عايز اشيد بمحمد شوقي وباللي عمله وبالاداء وبالرجوله وباللعيبه اللي لعبت عشان تثبت نفسها، منهم احمد، منهم اسمه ايه، مصطفى سعد ميسي اللي جاب الجون في الاهلي، والراجل ده كان موجود ومشي. في لعيبه كورتها ما تنفعش غير في زمالك، وفي لعيبه كورتها ما تنفعش غير في اهلي. مصطفى سعد ميسي ده من اللعيبه اللي كورتها تنفع في الزمالك، وعلشان كده بقول مبروك ل آه، نادي زد الاداء والرجوله، ومبروك لمحمد شوقي التالق ككوتش وكمدرب. عنده كرة حلوه، عامل فرقه حلوه، لاعب الاهلي ولاعب الزمالك، عمل على الاثنين ماتش حلو. خسر قدام الزمالك بالعافيه 2-1 وكان متعادل، تعادل مع الاهلي وخد منه نقطه. برافو محمد شوقي، مكانه المفروض في التوب 7 بصراحه، المفروض يعني. في حاجات هنتكلم فيها زي تصريحات قفشه وغرامه ريبيرو والاعلام اللي اتكلمت فيها كده كده في لايف. اتكلمت على ضربه الجزاء النادي الاهلي، ده مش ضربه جزاء، ده مش ضربه جزاء، الكره بتاعت بالعمري مش ضربه جزاء.
كرة بالعمري مش ضربة جزاء، زيها زي كرة حسام عبد المجيد اللي مش ضربة جزاء، وبناء عليها الحكم اللي كان بيحكم اتوقف لمدة ماتشين. ومعرفش ايه الفايدة ان هو يتوقف لمدة ماتشين. الزمالك استفاد ايه غير ان هو الزمالك طلع من البطولة، كان هو احق بيها. انا ما بقولش ان ضربة الجزاء هي اللي اثرت في البطولة وطلعته، بس كرة من الكور اللي ما كانش ليها لازمة. كرة حسام عبد المجيد مش ضربة جزاء، وبالتالي كرة بالعمري هي كمان مش ضربة جزاء. انفعال بن شرقي بعد ما خرج زعلان. وطبعا الدنيا كلها هتسيب بن شرقي واللي عمله وهو خارج، والترزيع اللي عمال يرزعه بدل ما يقعد محترم. انت مش صاحب النادي، معلش يعني. عايز تقول للناس انا بلعب بروح وبتاع؟ انت مش صاحب النادي. بن شرقي طلع متعصب وقاعد يخبط ويرزع. يا رب نشوف الناس اللي عماله تتكلم كلها زي ما اتكلمت على موضوع عبد الله السعيد واللي عملوه في ماتش الزمالك، رغم ان هو برده كان عايز يلعب. فانت لو هتنتقد عبد الله السعيد انتقد بن شرقي، ما تنتقدش عبد الله السعيد وتسيب بن شرقي. الاثنين ما ينفعش ان هم يطلعوا بالمنظر دوت، والاثنين لعيبه كبار ولعيبه دوليه. تقييمات: شناوي صفر صفر. لا يليق الشناوي ان هو يكون حارس المرمى النادي الاهلي. العدل، رجع العدل، اذا كان في اوضه اللبس ولا في اختيارات اللاعبين اللي بتلعب، وهتشوف فرق الاداء مع النادي الاهلي. ياسر ابراهيم 6، عمل ماتش كويس. هادي رياض 5. اعتقد هادي رياض يبقى باك شمال، بس هو بيسند لغايه ما تجيب مدافع او لغايه ما عمرو الجزار يخف. ما تعرفش هيرجع امتى طبعا عمرو الجزار. محمد هاني 3. ده رجع تاني هاني بتاع زمان. محمد هاني رجع هاني بتاع زمان خلاص. فالمفروض ان ده احسن باك يمين، والمفروض ان الاحتياط بتاعه اسوأ منه بكتير. احمد عيد اسوأ منه بكتير. يعني جبته ليه؟ كيت. جبت زوزو ليه؟ كيت. بن شرقي ليه؟ كيت. امام ليه؟ كيت. كل دول استفدت بمين؟ بامام. الباقي بلالين. بس ايه؟ الكيد. وبيبو بيبو الله يا خطيب. بيبو بيبو الله يا خطيب. هو ده اللي انت بتستفاد بيه، والصفقات والبوم والطخ. وهو ده اللي وقع الاهلي، وده اللي وقع اوضه اللبس. ومبالغ خزعبليه بتديها اللعيبه. تستاهلش تلبس تيشيرت الاهلي. بالعمري 7. مروان 9. بن رمضان 0. مش ده بن رمضان اللي الاهلي كان بيدور عليه وعايزينه. مش ده بن رمضان. امام 8. امام عاشور عمل ماتش عالمي، عمل كل حاجه في الكوره، بس هي مش عايز تخش. حظ الزمالك. طاهر 10 من 10. طاهر محمد طاهر 10 من 10. يا عم انا كيفي كده. انا كيفي كده. 10 من 10 على الوصله اللي مخلياك موجود في الاهلي لغايه دلوقتي. يعني 10 من 10 طاهر محمد طاهر، علشان الواسطه اللي مخلياه موجود في الاهلي لغايه دلوقتي كل السنين دي. وتاكا 3. مش مهاجم. مش مهاجم بتدفع ايه لو هيفعلوا البند بتاع الشراء بتاعه. هو عاجبه. بن شرقي 4. حاول برضه بس خلاص مفيش. هو ده اللي موجود. هو ده اللي باقي عندي. بن شرقي من بن شرقي اللي كان في الزمالك. وقلت لك من شويه في لعيبه ما تنفعش كورتها مع الاهلي، في لعيبه كورتها بتنفع مع الاهلي، والعكس. في لعيبه ما بتنفعش غير مع الزمالك، في لعيبه كورتها ما بتنفعش مع الزمالك. زيزو 2، وده 2 عشان البوم طخ. انا حر. 2. تريزيجيه 8. هو الوحيد اللي انت ممكن تشم فيه ريحه الاهلي والكوره واللعب والحماس لغايه اخر دقيقه. حسين الشحات من اللعيبه برضه اللي تالقت وعملت شغل النهارده رغم انه ما بيلعبش في مركزه اساسا. 6 من 10. خلص الماتش. الاهلي زي ما انت شايف كده في المركز الثالث. ده جدول الدوري بعد ما انتهت المباريات. الاهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطه. مركز لا يليق بالاهلي. مبروك لزد. مبروك لمحمد شوقي. شكرا لكم. السلام عليكم.